عمرك سألت نفسك هو ليه جسمنا بيعرق؟ وهل العرق ده حاجة كويسة ولا علامة على ضعف الجسم؟ أول حاجة لازم تعرفها، العرق مش مجرد كمية مية بتخرج من جسمك وخلاص، العرق هو نظام التبريد الطبيعي بتاع الجسم. لما درجة حرارة الجسم تعلى سواء من الجو أو من مجهود زي الجري، المخ يبعث إشارات للغدد العرقية عشان تفرز سائل أغلبه مية وملح. السائل ده لما بيتبخر من على سطح الجلد بياخد معاه الحرارة. يعني ببساطة العرق عبارة عن المكيف الداخلي لجسمك. طيب هو ليه ناس بتعرق كتير وناس لا؟ الموضوع له علاقة بعدد الغدد العرقية اللي عندك. جسم الإنسان فيه حوالي من 2 ل 4 مليون غدة عرقية، وده رقم بيختلف من شخص للتاني. كمان الجينات والوزن ومستوى اللياقة، كل دي حاجات بتأثر على كمية العرق. طيب ليه ساعات العرق بيكون ريحته وحشة؟ المفاجأة العرق نفسه ملوش أصلا ريحة، اللي بيعمل الريحة هي البكتيريا الطبيعية اللي عايشة على جلدك، ولما بتختلط مع العرق بتدي الريحة اللي كلنا عارفينها. فلما تلاقي نفسك بتعرق، ده دليل إن جسمك شغال صح وبيحافظ على حرارته، ولو ما كانش فيه عرق الإنسان ببساطة ما كانش هيقدر يعيش في الحر. المرة الجاية لما تعرق افتكر إن ده مش ضعف، ده عبقرية جسمك ربنا خلقنا بيها.